السلام عليكم، معكم حسين. رجعت لكم حلقة جديدة اليوم. هالأيام شباب، اليوم راح نسوي لكم فيديو. هذا الفيديو هو حنحكي لكم قصة، أول قصة إلي بالقناة يا شباب. هذه القصة حكي لكم شو القصة. هي القصة على مود يا أخي أنا قاعد أعلي وجهي بالكاميرا، بس هو شو هاي كاميرا عمي، هاي شاشة تلفون مو كاميرا. ليش هذا الظهر موجود؟ ظهر شو أسوي ظهر؟ هذا الظهر يعني شيت لنا قصك على مدى الظهر يروح وين. هسه فيديونا اليوم هو هذا راح احكي قصة. يب اول فيديو الي احكي بيه بقصة، راح احكي لكم. شوف اكو ازعاجات ممكن اقطعها باي مصدر، خاف اكو واحد قاعد يعني هذا. خلنا هسه احكي. ما هذا احكيكم قصة اني جيت راح اموت بيها. يب جيت راح اموت بيها، راح احكيكم على القصة. بس شباب هاي القصة قصيرة، ممكن حتى الفيديو يكون قصير. يلا هسه راح احكيكم على القصة، ما راح احكيكم بالتفصيل من يكون الفيديو طويل. يلا راح نبدي. تبدي القصة ان اني وابوي وعائلتي كلها من الجمال هاي القصة. كانوا عائلتي يريدون يسافرون وانا ويا مامين عائلتي يسافرون. صح شو احكيكم قبل ما ابدي القصة. شوف جيت قبل ما اروح لايران بالعراق، جيت اقول والله لا اشتري ايران بكلها، اشتريها كلها ها، اشتريها كلها. كلت خلا والله، كلت خلا بإيران والله، كليت خلا والله. راح احكيكم السالفة. من جد اني هذا رايحين ايران، رحنا وسافرنا سوينا عملية هاي، بس الحمد لله ما دخلها هيك اللي هنا، الحمد لله والشكر. هذا ورحنا للمطار. يا مطار احنا اصلا ما رحنا ولا مطار، بس هيك اخذنا ورحنا سيارة بالتاكسي. والله رحنا خشر. رحنا للهواز. لا ما وصلنا للهواز، بقينا هناك بالهواز. مو شنو بقينا هناك، كنا تاني لهذا تاني لهذا اللي شو اسمه، اسمها ما اعرف نسيت، بس راح اقولكم هي نفس تاكسي شاحنة عملاقة. احسن من بيبي والله. هذا قريب هذا الها، بس اعتقد مو قريب كلش. هيا هسه خلينا نكمل. فاني هذا فرحنا لما وصلنا ضاينا تاني ساعتين 3 ساعات، ما ادري 3 ساعات ولا ساعتين، اعتقد ساعة مو كل ساعة. ضاينا تانيها ملينا يا عمي. كنا تاني هذا مول بصراحة كان مو حلو بصراحة، كله وجيع يعني. قلت لابوي يبا هذا ترى اكله في وجه مو حلو. قال هذا شاكلهم معيدي. بس هذا السؤال شنو اللي معيدي؟ شنو اللي معيدي؟ كلهم معيدية هناك، معيدي كلهم. يعني شو نسوي لهم معيدين يا اخي؟ تدري بيش الكباب 100 مليون. والله نسيت قلت ان شاء الله قلت غالي كلش، غالي الكباب عندهم. الكباب غالي، حسباله عندهم شطيرة هيك، حسباله عندهم شطيرة، بس ماكو والله ماكو عندهم. بس هاي اللي هيك كان نقانق. اصلا ليش سموه نقانق؟ انكسب علي. هني كمان احنا وين رحنا؟ والله كان حتى الماء صار بيه الطعم والله، حتى ما صار حلو. وهذا البيبسي اللي انا كذا احبه راح. بس خليني اكمل لي قصة. خلينا هسه بس وصل هذا البيبي، هذه الشاحنة العملاقة. رحنا ومشينا. كنا عندنا سلة حب كبير كلش، كفانا للمغرب كنا نسلة حب، وبعدنا ما واصلين. سلة حب وبعدنا ما واصلين. فشنو صار؟ كانت اكو فتحة هناك بالبي بالشاحنة العملاقة. هاي فتحة كبيرة اكبر من هذا اصلا، اقف هيك عمل كبيرة كلش. فهاي هذيك كانت هي تعطينا هوا، يعني هو شوية. هذا هو شوية، كان مو شوية، كان وايد. كان يعني احنا نستفاد من عدة. بس هو هذا، بس المشكلة بس بالليل هذا الواحد مني، هذا صاحب ابو الشاحنة،
ست هاي، لا ما ست هاي، وهذا مو بس هاي اكتفوا عليه، لا اكو شي هنا انا هسه قاعد اصوب شي والله، شي هنا بجد اللي هذا لم الكراسي يا عمي، ولك يدخلنا بخار حار حتى ما قدرت اتنفس، نفس شوي ويموت، انا شوي واموت يا اخي تعبت يا اخي والله. شو عمي نفسي ماكو يا عمي، نفس ماكو، تختني خنقه ما شفت ماكو نفس يعني. بس ابوي قرر انه يفتحها، فتح منها شويه، اجي وستها، فتح حاستها يعني لا يكسدها. قلنا لابوي يا عمي احنا اختنقنا حنموت. قال له عمي والله ما ادري، ما سمعت شنو يحكي، بس سمعت ابوي هذا يحكي ويا ولد هذا هو ابو صاحبي يعني، ولا لا هذا كان والله هذول يعني. واحنا هذا وانا بديت اختنق، كان اول واحد او اثنين واحد راح يبدون، بس كانت وياي هذا ويانا اختي وياي هذا، كانت اختي وياي واخوي عباس، هذا اقدر احكي عباس، اقدر احكي اسمي عباس، وامي وابوي، بس هذول احنا واني همين 5 يعني 5. فاحنا شو سوينا؟ حوالي غاز على موضوع ادري شو اقف هذا كات احس تدرون شنو اسم الشحنة؟ اعطيها اسم الكيس، حوراء الدلفين. ايش رايك بهذا الاسم حوراء الدلفين؟ والله حلوة الصراحة، اسم حوراء الدلفين صراحة اسم بنت، والله شفت خلنا نعيده. عبورة الطريق يا عمي، تاكسي شاحنة خاص، هذا جاب حوورة، جاب زربونة، جاب كل شي. شو الاسم هذي؟ تاكسي احسن كمان. والله هذا كانت امي، فاختي كانت نايمة الحمد لله يعني، ما صار، كانت هي اول وحدة ممكن تموت، بس هي كانت نايمة والله، ما كانت نايمة كانت تختنق. امي كانت هي اول واحدة راح يغمى عليها من ورا، يا عمي اكسجين ماكو، بس لما هذا عباس اخوي اختنا كلش، فاجى لابوي قال له يبا هذا تقدر خلي تقدر تمسح على راسي يعني، هذا هيك. قال له ابوي خوش ينام على هذا، حط راسه على رجلين ابوي، ولا ابوي يكد راسه ويقع عليه كمان. فمش سووا هذا، هما فتحوا الشباك، فتحوا الفتحة منها شوية، امي هيك تنفست من ورا، بس اني يا عمي اكسجين ماكو اكسجين عندي، خلص بديت اختنق وبديت ادوخ، اقول لي يبا بديت ادوخ، بس هو ما ادري نسيت يا عمي الاحداث، بس كنت حموت يا عمي، دخت والله جاء عاملين والله صارت وطحت، مو طحت يعني مغمى علي، بس هذا جيت شوي هيك اتنفس. واكو واحد طبيب كان وياهم، اكو طبيب يعني طبيب ويانا، كان ويانا طبيب ساعدنا، مش حط شي يعني بأبلة، طلعنا بالله وقف هذا الباص ونزلونا، بدأت نتنفس، بس الوصل شي كلش عالي، هيك عالي يعني سريع، همين ما قدرت اتنفس. فشنو سووا؟ حطوا ودوني هناك، حطوا شي هنا ابرة، حطوها بالهذا بماي، مو ماي، حطوها بكاسة وخلوني اشربها، وشربتها وتحسنت ونمت. حطوا لي بطانية، واحد حط هذا كل شي ونمت. والله قعدت ورحنا جينا فندق، وهاي انتهى، وهاي نهايتها. كان بصراحة هاي نهاية القصة، بصراحة جيت هيك شوي واموت يا عمي، اختناق والله ماكو من هدا، اختناقت شكلي شوية وجيت راح اموت، جيت شوي واموت، تدرون شوي واموت. هاي نهاية القصة. إذا تريدوني هذا احكي على القصص، عندي غوي قصص، بس المشكلة اكو قصة ما اريد احكي عليها، يعني ما اريد احكي عليها. يلا شباب، مع السلامة، باي باي.